السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير، وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وابراج جديدة. النهاردة 7/5 فنجان جديد وحصري على القناة على صفحة الفيس يا برج الاسد. ارجو منك لو لسه ما اشتركتش تشترك عشان تكون من ضمن اسرتنا، اسرة ام مازن في عالم الروحانيات، وكمان عشان يوصلك كل اشعار بكل فنجان ليك انا بنزله. لو قدرت كمان ان انت تعمل شير او مشاركة لفنجان في اي جروب انت تعرفه يبقى كتر الف خيرك. ساعدني على النشر، ما تنساش اللايك بالله عليك، بيسعدني وبيفرحني وكمان بيساعد على النشر. نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونتمنى لنفسنا كل خير باذن الله نلاقيه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. ومبدئيا كده انت في حد عندك رجع من سفر على فكرة يا برج الاسد. في طريق سفر عامة عندكم مفتوح، سواء ليكم انتم لو ناويين على سفر هتسافروا، او انت لو في طاقة انتظار لشخص يرجع ليك، الشخص ده راجع ليك على فكرة. شايفة كمان ان انت في طاقة انتظار لفلوس، من الواضح كده ان وضعك المادي مش حلو خالص خالص معاك الفترة دي. فممكن كمان يكون لك فلوس عند حد وانت مستنيها تجيك. يعني انا شايفاك انت في طاقة انتظار لفلوس، فاتح ايدك مستني فلوس تتحط فيها. شايفة كمان ان انت من كتر المسؤوليات اللي عليك والالتزامات وان في ناس كمان ليها احتياجات كده، ناس مسؤوليتها عليك انت يا برج الاسد. شايفاك مضغوط قوي، وعشان كده انت محتاج لفلوس، ويمكن بتدور على كذا طريق تقدر ان انت تجيب منه فلوس. فانا شايفاك عامة انت مش واقف مكانك، بالعكس انت بتسعى. يعني في طاقة شديدة عليك من المصاريف ومن الطلبات مطلوبة منك، بس في نفس الوقت انت بتعمل اللي عليك. شايفاك متحمل كمان المسؤولية. شايفاك يعني بتحاول لو انت في شغلك تعمل لنفسك شغل جديد جنب شغلك، تعمل لنفسك مشروع خاص بيك، لان انت زي ما قلت لك عليك مسؤولية ناس كتير ومطلوب منك متطلبات كتير، فعايز تسد احتياجات المصاريف دي والناس دي اللي حواليك غير احتياجاتك انت كمان. فعامة لو انت ناوي تخش شغل جديد او مشروع جديد باذن الله هيكون عندك نجاح فيه على فكرة. شايفة كمان ان المشروع ده ممكن تكون انت ابتديت فيه بس خايف، فانا مش عايزاك تخاف، توكل على الله، مشروعك هيتوسع باذن الله. ولو هو ناقصه فلوس المشروع ده عشان خاطر يكبر باذن الله، مشروعك هيكبر واحدة واحدة، وهيكون عندك شهرة على فكرة وعلو شأن. فما شاء الله انت عايز تكون مستقل بذاتك، وعايز كمان يعني ما ترفضش طلب لحد، وشايفاك عندك طموح يا برج الاسد. برج الاسد احب افرحك واقولك ان انت عندك طاقات رزق كتير من اول ما فتحت الفنجان على فكرة، وده بيعني ان انت هيكون عندك انفراجة باذن الله. فلو انت اتعرضت لخسارة الفترة اللي فاتت، خسارة شيء، هيكون عندك تعويض باذن الله. لو انت ليك حق كمان عند حد، ورث، حقوق عن طريق محكمة، منتظر قضية تاخد منها حقك، يعني فلوس لك عند حد في شغل، اتعرضت للنصب، اتعرضت لخسارة، باذن الله انت عندك تعويض من رب العباد باذن الله، تعويض لخسارتك دي. وفي تعويض زي ما قلت لك في شغل جديد انت هتخشه باذن الله. ربنا يعوضك بالاحسن. اهم حاجه مش عايزاك تفكر كتير باي خساره انت تعرضت فيها او اي شيء وحش انت تعرضت فيه. ما تخليش عندك يعني حته الضمير دي تألمك وتخليك على طول زعلان، وتخلي على طول عندك طاقه سلبيه وتقعد تفتكر اللي حصل فيك. لا، خليك في اللي جاي، وخليك في المستقبل، وخليك عارف ان انت لسه ما زلت متعرض للسرقه او للنصب او للتحايل. فخلي بالك انت حواليك منافقين كتير، وحواليك كدابين كتير، هتقابلهم والله الفتره دي كتير. فخليك حريص قوي في اي تعامل وفي اي كلام انت بتقوله مع اي حد. ما تديش الامان لحد وما تثقش في حد، يعني بالذات هنا الناس اللي تعرضت لظلم الفترة اللي فاتت، وتعرضت ان هي في حقوق كتير اتخذت منها ظلم وعافية. ماشي،
عندك دخول شخص جديد في قلب حياتك بإذن الله. بالنسبة للعزاب، بالنسبة للمنفصلين، في شخص جديد يعني هيعرض عليك الارتباط بإذن الله، وحب جديد خالص وهيكون من نصيبك، وشايفة ان في خاتم ارتباط عندكم وكلكم هتفرحوا بإذن الله. اهم حاجة لازم تخلي بالك زي ما قلت لك، لان الناس حواليك كتير مش كويسين، في ناس عايزة توقعك كمان في مشاكل. ممكن يكون في شخصين حواليك على خلاف في بعض، قريبين منك، حد من اهلك، اخواتك، او انت يا سيدي اللي في الخلاف ده. فشايفاك عامة المشكلة دي ممكن تكبر. حاول كمان لو في حد يعني على خلاف مع حد، ما تدخلش ولا بالصلح ولا بالخير، لان انت اللي هتقع في المشكلة دي. على فكرة خليك في حالك يا برج الاسد، خليك في حالك. مهما شفت من غلطات قدامك ما تحاولش ان انت تصلحها، ما تحاولش ان انت تكون حمامة السلام، لان انت اللي هتقع في المشاكل دي. في ناس هتحاول تجرجرك في مشاكلها، على فكرة في ناس هتحاول تجورك في مشكلة، هيحصل كلام كتير هتسمعه عليك مش كويس من ناس انت كنت واقف لهم يعني وقفة كويسة، وقفة جدعانة، وقفة خير. فخلي بالك في ناس قريبين منك هيعملوا مشاكل، ما تدخل لهمش. في ممكن خلاف هيحصل مع اهل او صحاب الفترة دي معاك على فكرة، بس انت مش هتسكت لحد على فكرة. شايفة برضو ان انت لو كنت تعرضت لظلم الفترة اللي فاتت، شايفة ان انت الفترة دي بتفكر ان انت تاخد حقك على فكرة، ومش هتسيب حقك من الناس اللي ظلمتك. شايفة كمان ان انت عندك مواجهة مع حد، بس المواجهة دي انت اللي ناوي عليها، عشان انت عايز تاخد حقك من الناس دي اللي ظلمتك او غلطت فيك. بس ارجع واقول اوعى توقع نفسك في مشاكل مع حد. خلي بالك كمان من العصبية بتاعتك، لان العصبية بتاعتك ممكن تقلب الترابيزة عليك. يعني انت ممكن تكون غصب عنك هتتعصب، هتتعامل بحدية، هتتعامل بشدية، بقوة شوية، بعنف. فاحنا مش عايزين كده يا برج الاسد. كل حاجة بالهدوء هتقدر ان انت تاخدها، وهتقدر تاخد حقك تالت ومتلت، وهتقدر ترد اللي اتعمل فيك للناس دي اللي مضايقينك لحد دلوقتي. لان من الواضح ان في ناس كتير جت عليك والدنيا جت عليك قوي يا برج الاسد. في امنية عندك او حلم انت بتحلم بيه كتير الفترة دي. ممكن تكون بتحلم بشخص ان هو يرجع ليك، فبإذن الله يرجع ليك. ممكن تكون بتحلم بشيء عايز تعمله لنفسك، فبإذن الله هتقدر ان انت تفرح بالشيء ده، وهتقدر ان انت تحققه كمان بإذن الله. فانت عامة عندك تحقيق امنية حلوة جميلة جميلة ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حقيقة أشخاص كتير خبيثة هتظهر ليك والله، فخلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. شايفة هيكون عندك بلوكات كتير، عندك انفصال كتير مع ناس كتير حواليك، هتبعد عنهم وخلاص، يعني هتطلعهم بره حياتك خالص. كمان في بعض الطاقات منكم هتسحبوا نفسكم من علاقة. طبعا ده مش بينطبق على الكل، بينطبق على بعض العلاقات. سواء كنتم متجوزين هتقرروا الانفصال، يعني طلاق، يعني هتبعدوا عن شخص. والبعض منكم لو انتم في علاقة برضو هتقرروا ان انتم تسحبوا نفسكم من العلاقة دي، وما يكونش لكم صلة بالشخص ده، لان الشخص ده ممكن تكونوا تعبتوا معاه. على العموم اي خطوة انت ناوي عليها تاخدها، استخير ربنا قبل اي شيء، وشوف نفسك وشوف قلبك وشوف عقلك. يعني ما تسمعش بشورة حد قد ما تسمع بشورة نفسك انت، وخد وقتك كمان في التفكير. في حسد عندك كتير، نظرات ناس كتير عليك. انت بسم الله ما شاء الله عليك، بالذات المرأة منكم واخده بالها من نفسها وحلوة قوي قوي قوي. والراجل كمان على فكرة ملفتين للنظر، محاطين بأنظار ناس كتير مهتمين بنفسيكم. شايفة ان في تغيير حلو انت هتعمله الفترة دي والفترة اللي جاية في شكلك يا برج الأسد. شايفة كمان زي ما قلت لك ان انت هتدخل شغل جديد، وممكن لو انت يعني في شغل تعبان فيه او مش مرتاح فيه، هيكون عندك نقلة وهتروح شغل جديد هيتعرض عليك بإذن الله. في كلام عندكم كتير على شغل جديد انت ناوي تعمله او تأسسه برضو، فكلكم مش زي بعض. ممكن يكون يعني في شخص هيجي لك يطلب منك مساعدة، او هيطلب منك يعني ان انت تقف جنبه في شيء او تدعمه في شيء. ف يعني حاول برضو، يعني زي ما قلت لك، ما تدخلش لحد في مشكلة. حاول ان انت لو هتساعد ما تساعدش بكتير، عشان خاطر ما ترجعش تندم ان انت اديت لحد حاجة وهو ما رجعهاش. ولو هتساعد حد بشيء يعني طلعها بنية الصدقة، عشان حتى يعني ايه، انت لو مش عايزها يعني طلعها بالنية دي افضل يعني، واحسن ما تستناش من حد. لان لو قعدت تستناها ولقيت الشخص ده ما رجعلكش الحاجة دي، انت هتتضايق قوي وهتزعل قوي. بالنسبة
يعني بصوا، هو في رسالة جاية لكم من شخص، في تخاطر ما بينك وما بينه. ممكن يكون الشخص ده انت بتحلم بيه على فكرة، وانا لسه قايله لك انت بتحلم بشخص. الشخص ده من مضيق، بس في نفس الوقت مش عارفة، عندك ظهور شخص جديد زي ما قلت لكم، عندكم ارتباط، فانت هتعمل ايه بقى؟ دي راجعة عليك انت يا برج الاسد. كلكم مش زي بعض. اللي انا شايفاه ده بينطبق على العزاب وعلى المنفصلين على فكرة. في تغييرات، قلت لك في تغييرات حلوة، وفي تغييرات فعلا في حياتك على فكرة. بالنسبة للمتجوزين بالذات، المرأة منكم شايفاكم الفترة دي يعني جبتم اخركم بصراحة من الشريك. شايفة في زعل عندكم جامد، انت مش قادر تتحمل الشريك، ولا قادر تتحمل وضع معين كده مع الشريك، تعبك بقاله فترة. يعني ممكن يكون شريكك على علاقة بحد وانت عارف وساكت، ممكن يكون شريكك بيتعامل معاك باسلوب مش كويس وانت ساكت، ممكن يكون شريكك بيتكلم عليك مع حد من اهله وانت ساكت. عامة انا شايفاك انت الفترة دي مش قادر تتحمل خلاص، ومش قادر تسكت، وشايفة ان في معاتبة ما بينك وما بين الشريك، في خلاف هيحصل بالنسبة للمتجوزين ما بينك وما بين الشريك. هتحكي معاه وهتتكلم معاه في كل اللي تعبك وكل اللي انت شايفه غلط، عشان انت عايز ترتاح. شريكك كمان الفترة دي ممكن يكون هو مش بيديك الفرصة دي ان انت يعني تقول اللي جواك، او هو مش عايز مواجهة معاك، او هو مكبر ليك. فدي حاجة برضو انت حاسسها ومتضايق منها على فكرة. ممكن يكون بيتهرب منك كتير، بس انت مش مرتاح، انت عايز تكون مطمن مع الشريك، فعايز تتكلم في الحاجات اللي مزعلاك ومضايقاك من الشريك. شريكك كمان على فكرة هو غامض الفترة دي، فده اللي مش مطمنك وده اللي مش مريحك يا برج الأسد. فعامة لو في اي خلاف هينشأ ما بينكم الفترة دي، شايفة ان هو هيخلص معاكم على خير بإذن الله. اهم حاجة خلي بالكم من ولادكم، وشايفة ان الخلاف ده هيخلص لصالحك كمان يا برج الأسد، يعني سواء انت مرأة او رجل هيخلص لصالحك، بينطبق عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس المنفصلة يعني هتكشفوا ان الشخص اللي انتم منفصلتوا عنه ان هو لسه بيلعب بديله على فكرة، ماشي. فدي حاجة هتخليكم تاخدوا القرار ان انتم خلاص ما تبقوش في طاقة انتظار للشخص ده وتفكوا التعلق على فكرة وتشوفوا حياتكم. لا اما هتسمع حاجة على الشريك، يعني هتسمع ان شريكك بيعمل يعني بيخون، هيوصل لك حاجة على العموم هتخليك انت مش مرتاح للشخص ده خلاص وهتسيبه، يعني او هتتأكد ان هو معاه طرف تالت، او ممكن يكون الطرف التالت اللي هيكون معاه ده حد من الاهل هو بيسخنه، يعني الله اعلى واعلم برضو. بس في الاول وفي الاخر انا شايفاك انت هتفك التعلق. بالنسبة للناس اللي حصل عندها طلاق او علاقات حصل فيها خصام وحصل فيها بعد، وانت ممكن تكون كنت في طاقة انتظار للشخص ده، بس انت دلوقتي هتاخد القرار ان انت تبعد عنه بعد ما يوصلك خبر عنه ان هو لسه على علاقة بشخص على فكرة يا برج الاسد. برج الاسد فنجانك حلو وجميل، شكلك حلو الفترة دي زي ما قلت لك، وبتهتم بشكلك، بتعمل حاجات جديدة لنفسك، عايز يكون عندك تغييرات، عايز يكون عندك حاجة جديدة، انت حابب الحياة، عندك حماس الفترة دي. بس خلي بالك عشان في ناس في قلب شغلك مركزين معاك، هتسمع كلام كتير في قلب شغلك، يعني يستحسن ان انت ما تخشش في الكلام ده ولا تتكلم مع حد ولا في المشاكل دي ولا في الخلافات كتير. في الخلافات دي عندك يعني تغييرات مهمة الفترة اللي جاية كلها هتكون لصالحك. برج الأسد فنجانك حلو وجميل، وأتمنى تشجعوني حبايبي باللايك وبالتعليقات الإيجابية، ومع ألف سلامة.